السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابدأ كلام صلاتي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض باذن الله طريقة عمل السمك البولتي المقلي كده بالشكل ده. يلا بينا نشوف مكوناتنا ايه مع بعض. يلا بينا. معايا بقى كده سمك بولتي بالشكل دوت متنضف جاهز كده انا غسلته طبعا. هو جوزي جابهولي يعني من الست منضفهولي، بس انا طبعا غسلته نقعته تاني ونضفته بالشكل ده. ومعايا طبعا حاجات السلطه زي ما انتم شفتوا معايا كده، طماطم وخيار وجزر وفلفل وليمون وكده. هنعمل شويه سلطه حلوين. ومعايا بقى دي خضره. الخضره دي انا بفرزها يا جماعه في الفريزر وكده. انا في وقت زنقه ما بيكون ما عنديش بطلعها من الفريزر وكده، بتلاقوها والله خضره وصبحه زي ما هي كده. ومعايا دقيق ورز طبعا زي ما انتم شفتوا. معايا بصل مقطعاه برده كده مكعبات عشان هضربه مع بعض في الكبه عشان هنعمل رز صياديه. ومعايا كده كام فص من الثوم، وبرده كام قرن من الفلفل والشطه متقطعين بالشكل ده. دي كده بقى مكونات الوصفه بتاعتنا النهارده. يلا بينا نبدا مع بعض. يلا بينا. هنا كده يا حبايبي خلاص بقى جبت الكبه بقى. يلا هنفرم مع بعض الاول البصل كده نجهزه عشان هنعمل برده الرز مع بعض دلوقتي. هفرم البصل الاول، وبعد كده هنعمل بقى الخلطه بتاعه الدقه الدقه يعني بتاعه السمك. تمام كده. هفرم بقى البصل فرم ناعم كده. طبعا ما تنسوش واحنا واقفين بنعمل اي حاجه كده، ما تنسوش طبعا تذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، ونصلي على حبيبنا محمد عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا ان شاء الله. هنا كان البصل خلاص اتفرم كده بالشكل ده معايا. هبتدي بقى افضيه كده كده يبقى جاهز معايا عشان نعمل الرز مع بعض باذن الله. كده هفضيه وارجع لكم تاني، انتظروني. وهنا كده يا حبايبي كنت خلاص فضيت البصل بالشكل ده بقى ناعم كده اهو معايا. يلا بينا نشوف ايه اللي هنعمله مع بعض. يلا هنفرم دلوقتي مع بعض بقى كده الثوم والفلفل. لو عندك فلفل برضو الوان برضو عادي يبقى احلى برضو، بس انا طبعا ما كانش عندي غير الاستكفيت بالاخضر. وهحط طبعا الخضره. شايفين والله متفرزه بقالها يعني شويه كده، فلسه خضره زي ما هي اهي. هنزل بيها برضو طبعا كده على بقيه المكونات، وهنفرمها دلوقتي ونجهز الخلطه بتاعه السمك. تمام. هنجيب بقى دلوقتي البهارات بقى معايا. معايا البهارات طبعا بتاعه السمك اللي انا معتمده عليها طبعا. ملح وفلفل وكمون. الكمون طبعا ده روح السمك، وشطه معلقه شطه حمراء دي برضو يعني اختياري، اللي مش حابب براحته. وواحده من الدجاج برضو. وشويه من خلطه السمك. تمام. وكده هنظبط بقى كده الخلطه بتاعتنا كده، وهنضرب كل المكونات دي كده مع بعض. وبعد كده نحشي مع بعض السمك. السمك ده كيلو عامل 65 يا جماعه. كده خلاص انا فرمتها. بحاول الفرخه بس افرمها فرم ناعم جامد كده عشان طبعا اضمن ان الثوم والحاجه كلها تجانست مع بعض بالشكل ده كده. هفضيها بقى كده معاكم. انا بقى هفضي بقى الخلطه كده بالشكل دوت، وهبتدي بقى احشي معاكم السمك زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. حابه بس ان انا اتكلم معاكم كلمتين. انا حابه ان انا اشكر كل اخواتي وحبايبي طبعا اللي بيسالوا عليا في غيابي. انا اليومين دول انا غايبه شويه عنكم، معلش. لان بجد والله انا كاشفه على عينيا تعباني جدا. كنت عامله فيها عمليه بالليزر يعني، ورجعت ردت عليا تاني. فطبعا بسبب تركيزي في التليفون وبدخل في لايفات كتير وكده، وبركز في التعليقات وكده، انا عينيا رجعت ردت وجعتني تاني وكده، فكشفت. طبعا انتوا شايفين انا بعمل ايه بقى. يعني وانا بعمل كده اتكلم معاكم الكلمتين دول عشان انا حابه بس ان انا افهمكم غيابي. انا يعني طالعه اتكلم برضو معاكم كده في الفيديو دوت عشان افهمكم انا بعيد شويه اليومين دول ليه. يعني انا ممكن تلاقوني بحضر مثلا ممكن عرض بس، لان العرض ما بياخدش 10 دقايق. فما بركزش فيه قوي. انما اللايفات والله يا جماعه انا مش بدخل لايفات خالص من ساعه اخر لايف ليا. يعني الاسبوع اللي فات انا قلت في اللايف بتاعي ان انا هاخد هدنه شويه، يعني هاخد اجازه كده شويه من اللايفات بتاعتي وبتاعتكم برضو، لاني مش هينفع لا افتح لايفات. لاني طبعا لو فتحت لايفات هضطر ان انا اقرا تعليقات واركز في التعليقات وكده، برضو غلط على عينيا. ولو دخلت لايفات هضطر ادخل لكل اخواتي وحبايبي. طبعا ما بقدرش اتاخر عنكم كلكم لان كلكم حبايبي واخواتي. بس طبعا برضو هضطر ادخل لايفات، يبقى هضطر اقعد اسلم على الناس كلها، ولو ما سلمش على حد
التاني هيزعل وكده. فانا خدت قرار خلاص ان انا يعني هاخد هدنه شويه، لان الدكتور منعني فعلا وقال لي بلاش دلوقتي تركيز في التليفون لحد ما تخلصي العلاج. انا كاشفه والله، وجايبه قطره وعلاج باخدها، وكمان هي مزغلله عينيا كمان، مش بشوف والله التعليقات كمان ولا بعرف اقراها يعني، بالعافيه كده، ما بركز قوي عشان اعرف اكتب تعليق او اي حاجه. فمعلش اعذروني بقى ان انا بس ايه مقصرة معاكم اليومين اللي جايين دول. بس بإذن الله هنرجع مع بعض بقوة، وأخلص بس العلاج على خير، وبإذن الله يا عيني ترجع أحسن من الأول بإذن الله. ونرجع بقى نفتح لايفاتنا تاني مع بعض، ونحضر طبعا مع بعض لايفاتنا كلها، ونبقى مع بعض بإذن الله. وحابة برضو ان انا اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي سألوا عني بلا استثناء، مش هذكر اسماء، كلهم عارفين نفسهم. بحب اشكركم كلكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها، واقول لكم ربنا يديمكم نعمه في حياتي، ودايما كده متجمعين مع بعض يا رب في الخير، وما يحرمناش من بعض ابدا. وشكرا جدا 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 على كل اللي سأل عليا واهتم بغيابي. انا بجد عرفت غلاوتي عندكم، فانتوا كمان غاليين عندي جدا، فربنا يخليكم ليا يا رب، وما نحرمش من بعض ابدا، ويخليني ليكم وارجع ليكم تاني باحلى ضحكه، ضحكه هيومه اللي انتوا بتحبوها كلكم ان شاء الله باذن الله. في اقرب وقت اخلص العلاج على خير وارجع لكم تاني باذن الله باحلى نيولوك جديد بقى، هتشوفوا نيولوك جديد خالص. فادعوا لي كده بس ان انا اخف كده وعناية تبقى كويسه باذن الله، وارجع لكم تاني على خير. يلا بقى نكمل بقى وصفتنا مع بعض. انتوا طبعا شفتوا انا عملت ايه وانا بكلمكم. طبعا تبلت السمك كده زي ما انتوا شفتوا معايا وظبطته كده. وهنا كده جبت حله على النار، حطيت فيها شويه زيت، وحطيت البصل طبعا اللي احنا فرمناه مع بعض هنقليها عشان نعمل بقى الرز الصياديه مع بعض. وهنا جبت الدقيق بقى، وكان في طاسه برده على النار فيها زيت غزير، هنقلي مع بعض السمك كده واحنا واقفين بنعمل الرز كده، نعمل السمك بحيث ان انا اخلص الرز من هنا يكون السمك كمان خلص من هنا، واكلتنا تبقى سخنه مع بعضيها ان شاء الله. كده خلاص انا كده بقى عملت السمكيه بالدقيق كده، وهنزل بيها على الزيت. لازم الزيت يكون غزير ويكون سخن، يعني ما تنزليش السمكه على الزيت وهو بارد، لا لازم يكون سخن ويكون غزير عشان تاخد راحتها في التحمير. تمام. هعمل برضو واحده كمان معاكم كده، وبعد كده اكمل الباقي مع نفسي عشان الفيديو ما يطولش عليكم. تمام. انا بحاول بقى ان انا كده يعني اعفر السمكيه كلها بالدقيق بالشكل ده عشان تديني القرمشه كده، ويبقى ايه مقرمش معايا كده وحلو. بيبقى بس الجلد هي اللي مقرمشه، انما من قلبه بيبقى طري وجميل والله. كان بجد بجد كان بسم الله ما شاء الله تحفه وطعمه خرافه. جربوها بس بطريقتي كده، وامشوا على الخطوات اللي انا بعملها دي. انا بمشي معاكم خطوه خطوه بالراحه اهو، عشان البنوتات الامارات اللي لسه مبتدئين معايا يشوفوا انا بعمل ايه، وجربوا بس كده بطريقتي وباذن الله تعجبكم ان شاء الله. هنا كده بحاول ان انا اطلع الزيت كده على وش السمكيه من ظهر السمكيه كده، عشان خاطر يعني تتشرب بقى معايا تحمر كده من كل الجو. تمام. الخطوه دي حلوه جدا. ايدي برده في اليمه التانية في البصله اقلبها برده كده تقلبتين عشان خاطر ما تلسعش مني، فاشوحها كده لحد ما تاخد اللون اللي هو المحمر، مش الاصفر بقى الذهبي، لا المحمر، لان الرز الصياديه عشان يبقى بني وتضمني اللون البني اللي احنا بنحبه كلنا في المطاعم، تخلي البصلايه تحمر جامد منك شويه، بس مش تتحرق، تحمر بس. هنا بقى انا كنت عماله اقلب فيها كده لحد طبعا ما تحمر معايا. دلوقتي هتشوفوا اللون. معايا بقى هنا كزرونه اللي ورا دي، حطيت فيها ميه كده تغلي عشان نسقي بيها الرز، لان الكاتل عندي الفيشه ضربت الفيشه ضربت وكهربتني والله. بس يلا الحمد لله انا خضيت خضه، بس يلا الحمد لله بقى، يعني يمكن الخضه دي تفوقني شويه الحمد لله. هنا بقى بقول لكم دي الميه بقى بتاعه الرز، وادي السمك كمان بيتقلي اهو، قلبته على اليمه الثانيه. يلا بينا بقى نشوف. ادي كده خلاص البصلايه معايا احمرت اهي بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا كده. معايا بقى مناديل مطبخ، هطلع السمك بقى خلاص كده خد لون كمان من تحت، هبتدي بقى ارفعه كده واصفيه على المناديل كده. تمام. مش عارفه ايه حكايه تمام تمام معايا دي، ماسكه في لساني على طول. تمام تمام، قولوا تمام يا جمهوريه تمام يا فندم. خلاص كده بقى يا حبايبي، كنت طلعت بقى السمك كده بيتصفى اهو زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، مقرمش ولونه بيتكلم عن نفسه. هسيبه بقى يتصفى، ونحط بقى كمان سمكتين كمان. بس هقلب البصل الاول عشان خاطر ايه الرز، هنزل بالرز الاول عشان ما البصله خلاص كده خدت حقها والزياده يعني. بتقولي الحقيني بقى كده خلاص اللون المحمر زي ما انتم شايفين معايا. هنزل معايا بقى كده الرز غسلاه ومصفيه بالشكل ده، هنزل بيه طبعا على البصل تمام. وهبتدي بقى اشوح كده فيه يعني تشويحتين كده، وهنزل عليه طبعا بالبهارات بتاعته دلوقتي. وهو بيتشوح كده هننزل بقى بالسمك الفيل. تمام تمام تاني برضو.
حاولي ان انت تقلبي جامد كده من فوق لتحت كده عشان البصله كلها تضمني ان هي خلاص اتوزعت مع الرز كده، ويطلع كده باذن الله. تشوفوا معايا في اخر الفيديو كده احلى رز صياديه فيكي يا جمهوريه مصر العربيه. مش شكر في نفسي اقسم بالله، بس بجد كان طعمه فلفل وتحفه. معايا بقى البهارات بتاعه الرز، ملح برده وفلفل وكمون ومرق الدجاج وشويه شوربه بيضه. تمام. وهنزل بيها طبعا على الرز وهبتدي اشوحهم. اشوحهم مع بعض كده. انا بحب اشوح البهارات كده مع الرز يا جماعه، بحيث ان انا لما باجي اضيف الميه او الشوربه وكده بيبقى معايا ريحه البهارات مع الرز كده والبصل، بتدي نكهه كده للرز جميله بجد. بتطعم كده من قلب البهارات، الرز نفسه بيشرب من طعم البهارات. تمام. كده خلاص بقى. هو كنت خلاص بقى ضفت السمكتين عشان يتحمروا برده، وهنا خلاص كان خد وقته في التحمير في التشويح يعني الرز. هنضيف له بقى مع بعض خلاص. الميه كمان كانت غلت. هنزل بقى عليه دلوقتي اهو. بقول لكم بقى شايفين اتشوح معايا وبقى بالشكل ده كده. عشان تضمني ان يطلع معاكي مفلفل شوحيه كويس. تمام. هنزل بقى كده بالميه السخنه. بسم الله. كان نفسي اول ما همنتج البتاع ده زي ما هو كده عشان تسمعوا التش دي. بحب اسمع صوت التش ده قوي. كده خلاص بقى بضيف له بقى الميه بتاعته كده او كده خلاص. تمام. انا بقى ببقى عارفه مقدار الحاجه ايه بصراحه بعيني كده، لان انا طبعا على طول ايدي في الحاجه وعارفه. فانا بحط المعلقه كده وبعاير المعلقه، بحس ان هو خلاص تمام مظبوط. والله حتى والله ما دقت طعم البهارات ان كانت عايزه ملح ولا لا. طلع مظبوط جدا جدا، مش محتاج اي حاجه. فكده خلاص. انا شفت زمان شفت انا عيرت المعلقه كده طلعت مظبوطه وغطيت عليها. اسيبه بقى يتشرب، وبعد كده هدي عليه في نفس الوقت السمك ورا بيتقلي. هقلبه برده على اليمه التانيه والاكل يخلص كده معايا، ونرجع مع بعض نشوف غدانا مع بعض. انتظروني. هنا كده يا حبايبي عقبال ما الرز بقى كان خلاص بيستوي بقى مع نفسه، والسمك كمان خلاص كان اخر حاجه. شلت طرحه هنا وحطيت طرحه كمان. معايا بقى هنا شويه السلطه الحلوين دول. في الوقت اللي انا كنت بعمل فيه السمك والرز كان ابو حبيبه حبيب قلبي، ربنا يخليه لي يا رب ويخليه لنا كده يا رب، ودايما كده تحسوا معانا في الدنيا. كان عمل شويه شويه السلطه الحلوين دول. انا بقى كده خلاص قلت له اعملهم بقى انت على ما انا اخلص يعني عشان الوقت. فعملت لهم بقى اهو زي ما انتم شايفين كده، عشان في اليوم ده احنا كنا رايحين فرح، فكنت عايزه اغديهم قبل ما اروح الفرح. فقلت له ساعدني واعمل السلطه، هو دايما متعود بيحب يعمل السلطه يعني. فعملها لي كده. حطيت انا بقى زي ما انتم شايفين شويه خل وشويه ملح وكمون وكده، وحددت السلطه بتاعتنا كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. يلا بينا بقى نفرغ الاكل بتاعنا، وادي الغدا بتاعنا جاهز يا جمهوريه في منت. ايه رايكم بقى؟ احلى رز صياديه ده ولا ايه يا جدعان؟ والله بجد يستاهل بقكم، اقسم بالله كان خرافه. وادي السلطه الجمال من ايد ابو حبيبه الغالي، سلم لي يا روح قلبي. وادي الرز برده كل ما فرغت كده كل واحد طبق الرز بتاعه. وطبعا هو انا كنت عامله 5 سمكات عشان انا بعمل حساب والدتي يعني وكده معايا في الاكل، فببعت لها مع حبيبه او مع محمد يعني، او ساعات اكرامي والله اللي بيروح لها كمان. هنا بقى كده فضيت كده زي ما انتم شايفين بالشكل الشياكه كده. عارفين طبعا مملكتكم بقى بتحب الشياكه يعني. وادي السمك كده انا حشت بقى واحده لوالدتي، وادي الاربعه بتوعنا وكده. بسم الله ما شاء الله. ده كده الغدا بتاعنا، واقول لكم بقى انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم على خير يا احلى اخوات واحلى جمهور في الدنيا كلها، احلى جمهوريه والله العظيم. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. ما تنسوش بقى اللايك والكومنت الجميل، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه مع السلامه. اتفضلوا معايا بقى يا احلى جمهوريه في الدنيا، بجد الاكل ده يستاهل بقكم. مع السلامه يا احلى اخوات في الدنيا.